اليوم نعطيكم احسن بروغرام ديال الجري لي بروفيسيونيل السيمانه كامله. الا تبعتيه غادي يتزادك السفل فوق قصير. كنتي كتلعب كره ولا كدير اي رياضه وكتعيا، هذا البروغرام ديالك ولجميع الاعمار نساء ورجال. النهار الاول نخدم اللونغ ديستانس يعني دقات القلب، نخليهم في الزون 2 الخضراء، ما نطلعوش للتريشورد ولا الماكسيموم يعني الزون برتقاليه ولا الحمراء. اللونغ ديستانس كتحسن به اللياقه القلبيه والعضليه وزياده قدره الجسم على استهلاك الاكسجين بطريقه مزيانه، وغادي يزيدك قوه التحمل. اليوم درت فيه 14 كيلومتر. النهار الثاني ندير فارتليك، نخدم 6 ديال السيريات، نهز الريتم دقيقه وننزل دقيقه. المحترف يخدم فيه 4 ديال المجموعات، والهواة والمبتدئين من 3 حتى ل 2 مجموعات. وباش كنهز الريتم يكون من 75% حتى ل 90%، وما بين كل مجموعه ومجموعه تاخذ 3 ديال الدقائق يكون فيها الجري بطيء ولا المشي، وكيزيدك القدره اللاهوائيه. ومزيان للمبتدئين، من الاحسن يتخدم مع مجموعه. ندير نهار راحه الحصه الثالثه نخدم الايزي ران، كيتعتبر ريكافري 30 دقيقه للمبتدئين، 40 للهواة وساعه وربع للمحترفين. والريتم اللي نمشي به يكون ناقص على الايقاع اللي بديت به السيمانه ديال اللونغ ديستانس اللي مشيت به بالزونتو، يعني الريتم اللي نمشي به وكنهضر انا وصاحبي وانا مرتاح. والجري البطيء فيه فوائد كثيره، كيضطر الجسم يحرق نيشان الدهون ماشي هي الجليكوجين وليزاسيد اللي مخزن، كيرفع ليا اللياقه البدنيه وكيقلل ليا الضغط على الجسم. النهار الرابع نخدم التيمبو اللي هو التمرين اللي غادي نمشي به بالايقاع البيس ريس في المسافه اللي انا محدده، هي 5 كيلو يا 10، وفي اقل مده زمنيه اللي نقدر عليها، ويكون بايقاع تدريجي. هذا مكان ونتلاقاو في بروغرام جديد.